ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده كده هنعمل حاجه كده عظمه عظمه عظمه. النهارده كده هنعمل حواوشي صيامي سهل وسريع وخفيف. هو بالخضار. اتحداكي انك تحبيه جدا انت والاولاد. بجد حلو جدا وموفر جدا، وكمان مغذي ومفيد وفيه كل الفيتامينات اللي محتاجها الجسم. بجد بجد حلو جدا. جربوه واكتبولي في الكومنتات. تعالوا نشوف بقى ايه الطريقة بتاعتنا النهاردة. مش هنحتاج حاجات كتير، كلها حاجات متوفرة في البيت. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده عندي جزر وكوسه وبصل. هبتدي اول حاجه كده ابشر الجزر بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ليه احنا بنبشره بالشكل ده؟ علشان ما يخيبش معانا في السوا، وكمان علشان لما تيجي تاكليه وكده يبقى سهل كده في البق. يعني ايه هيبقى معاكي احلى بكتير من انك تقطعيه قطع قطع. فاهم حاجه ان احنا نعمله مبشور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده معايا برضو كوسه. وتقدري تستبدلي الكوسه لو انت ما بتحبيهاش، وتقدري تضيفي لها تضيفي بطاطس يعني لو انت حابه وكده. لو انت مش حابه تقدري تعملي برضو جزر وفلفل اخضر وبس. يعني بصي انا بقولك على كذا طريقة او كذا حاجة تستبدليها لو انت مش متوفرة معاكي الحاجة التانية. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت جزر وكوسة وبصل. انا عندي بطاطس بس مرضتش احط. انا بحب يعني تبقى بالجزر والكوسة كده والبصل بتبقى حلوة يعني، بتمشي الدنيا معايا وكده. بس فبدأت كده ابشرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكنت مولعه كده على الطاسه جنبي على الزيت يعني يسخن. هما بصراحه ما خدوش معايا وقت. كمان بالذات الكوسه يعني بتتبشر بسرعه، يمكن الجزر بياخد شويه. بس هنحط كده شويه كده من الزيت. طبعا الماده الدهنيه اللي تعجبك حطيها. احنا عشان احنا هنعمله صيامي هنستخدم في كل حاجه الزيت بتاعنا. بصي نزلت كده بحوالي كده ب3 بصلات. يعني هما كانوا متوسطين مش كبار يعني، كمان فيهم كان صغير. طبعا على قد الكمية بتاعتك تضيفي البصل، وبرضو على قد الكمية بتضيفي الكوسة والجزر. يعني شوفي انتي كام فرد واعملي يعني كده. انا النهارده استخدمت الجريل علشان انه حواوشي وكده، فانا ابقى اصب يعني ابقى احمر فيه الحواوشي بالمره توفيرا للمواعيد. بس فبدات كده اول ما البصله بتاعتي تدبل وتاخد لون انزل عليها بالخضار بتاعي على طول. انا مش هستناها تحمر. لا احنا مش عاوزينها حمراء، احنا عايزينها يدوب لونها اصفر بس، كمان تدبل بس وننزل على طول بالخضار. بس وهنبتدي كده نقلب. اول ما نقلب كده شويه نبتدي ننزل بالبهارات بتاعتنا. انا هستخدم بهارات انا استخدمت بهارات بابريكا وكزبره وفلفل اسود ومرقه سايبه. واستخدمت 7 بهارات. ولو عايز تحبي، لو حابه تحطي قرفه حطي، مش حابه خلاص براحتك. بس بدأت كده اضيف البهارات بتاعتي. ما نضيفش اي بهارات غير في الاخر، كمان لما نقلب الكوسه والجزر شويه لما نضيف البهار بتاعنا. بصوا كده كمان انا جبت ده شويه كده من دبس الرمان. عايزه اقول لكم بيدي كده طعم كده مميز جدا للحشو بتاعنا يعني وكده. تقدري تعملي بنفس الخلطة دي مكرونة، واحنا عملناها في الفيديوهات اللي فاتت. لو انتي مش حابة تاكليها في العيش وحواوشي وكده تقدري تعمليها مكرونة وتعملي لها صوص الابيض بتاعها وتدخليها الفرن وكده. بس بعد كده كنت مقطعة يعني كم طماطماية وكده، يا دوب نقلبهم كده تقلبتين. بعد كده هروح يعني انا هحشيهم كده مع نفسي. بعد كده هاجي كده اوريكم انا بحمره واوريكم شكله في النهاية هيكون عامل ازاي. بس هنقلب كده الطماطم شوية لحد ما تستوي يعني معانا وتدبل كده وتدوب معانا في
مع الخلطة يعني وكده. بعد كده عندي كده الجريل بتاعي، يا دوب انا صفيت كده شويه كده من الزيت، وبعد كده ايه حطيته كده على النار، إيه علشان يعني ايه نحمر العيش بتاعنا. طبعا لو انت عندك يعني هتقدري لو انت حابه تدخليه الفرن وكده حطيه. بس وكده يعني ايه حمره كده ياخد لون من الجنبين، وده كان شكله في النهايه. بجد بجد عايزه اقول لكم يا بنات كان خطير. وكمان عايزه اقولك على لو عندك يعني شويه كده من الكزبره، ضيفيلي كده للخلطة شوية كده من الكزبرة، بجد هيودي طعمه في حتة تانية. بس بصراحة انا ما كانش يعني ايه كان متوفر معايا وكده، فاستخدمت يعني ايه الموجود معايا وكده. بصوا شكله كان عامل ازاي، بجد خطير، بجد كان تحفة جدا وكان مستوي. وعايزة اقول لكم كان كده خفيف كده على المعدة، وكان بجد احلى من الحواوشي اللي هو باللحمة وكده. بجد عجبني جدا وعجب جوزي وعجبهم جدا. ما تنسونيش في لايك واشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، يلا مع السلامة.